كمية الكوبايات دي كلها اتعملت ببيضة واحدة. ببيضة واحدة وكوباية دي هنعمل كيكة الفادج بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هتعملي بيها كوبايات، ممكن تعملي منها مشروع، وممكن تعملي كوبايات كده للأطفال للمدرسة. ممكن تنفع حاجات كتير جدا. كيكة الفادج طبعا جوسي جدا، طعمها رهيب. مش محتاجة حاجات كتير خالص، من الكيكات الموفرة جدا اللي ممكن تطلعي منها حاجات كتير وأفكار كتير جدا. هندخلها في أفكار كتير جدا. هنعملها كمان مع الكريم كراميل حلوة جدا جدا. نقول كده بسم الله ونشوف الوصفة دي عملناها ازاي مع بعض، وطلعت الكمية دي كلها من الكوبايات ببيضة واحدة وكوباية من الدقيق. بس قبل ما ابتدي الفيديو احب اعرفكم بنفسي. انا اسمي اميرة داوود، دي القناة بتاعتي. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. ولو الفيديو عجبكم لايك وشير. يلا كده نقول بسم الله ونبتدي الوصفة الرهيبة دي مع بعض. عشان نعمل الكوبايات دي كلها ببيضة واحدة وكوباية من الدقيق، نبتدي كده الوصفه مع بعض. انا حابه ان انا اوريكم الفيديو للاخر وبعد كده هبتدي الوصفه مع بعض. قبل ما ابتدي الوصفه كده الكيكات بحب احضر الصواني بتاعتي. طبعا الصواني او الكبات اللي بتتباع كده، الكرتون اللي بتخش الفرن. ممكن تستخدمي دي وممكن تستخدمي القوالب، اي قالب او اي صينيه انت حباها. انا كده بجيب القوالب بتاعتي، جبت وادهنها كويس جدا بالزيت، واكون مولعه الفرن. وبعد كده اشتغل في الوصفه بتاعتي. جبت كده طبق وابتديت ان انا احط فيه نص كوبايه من السكر، وبضايه بدرجه حراره المطبخ، ومعلقه من الخل. معلقه الخل دي هي اللي هتشغل لي البيكنج صودا اللي انا هحطها كمان شويه. هقلب المكونات دي كلها كويس مع بعض. طبعا احنا مش محتاجين ان احنا نحط فانيليا، لان دي كيكه شوكولاته او كيكه كاكاو، فمش محتاجين ان احنا نحط آه فانيليا. هحط هنا كوبايه الا ربع من الكاكاو الخام. كاو ده بدون سكر، خام اسباني. هقلبه كويس جدا لحد لما كل الدقيق كده او الكاكاو يختفي تماما. احط بقى نص معلقه من البيكنج باودر ونص معلقه من بيكنج صودا. وبعد كده بحط كوبايه منخوله من الدقيق. هنخل الدقيق قدامكم اهو، وابتدي اقلبه كويس جدا لحد لما احس ان الدقيق اختفى تماما. هتحسوا كده ان القوام تقيل جدا. هحضر كده اجيب نص كوبايه من الزيت، هحط عليهم نص كوبايه من الميه، وهغليهم كويس جدا. انا هنا غاليه الميه وحطيتها على الزيت على طول. وبعد كده حطيت الميه والزيت على بعض على العجينه كده. هتبتدي تفك معاكي العجينه وهتبقى سائله بالشكل ده، يعني ولا هي تقيله قوي ولا خفيفه قوي. هقلبهم كويس جدا بحيث ان اي تكتلات تكون اختفت تماما. كده تمام. شايفين القوام بتاعها بقى حلو جدا كده. هجيب بقى القوالب بتاعتي واحطها كده، احط فيها العجينه بتاعتي او الكيكه بتاعتي بالشكل ده. ادخلها بقى الفرن على درجه حراره 180. هتقعد معاكي 10 دقايق بكتير وهتطلع معاكي حلوه جدا. همسح كده الجوانب كده عشان ما تتحرقش معايا، وادخلها الفرن. ونبتدي نحضر الكريمه بتاعتنا، او نبتدي نحضر بقى الشوكولاته او الحاجات اللي احنا هنحطها. النوتيلا دي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده. انتوا ممكن تسيحوا شوكولاته دارك عادي، تسيحها في حمام ميه. حط عليها معلقتين او ربع كوبايه من اللبن ومعلقتين كريم شانتيه، وتقلبيها تبقى معاكي صوص. انا كده عندي نوتيلا، هاخد معاها معلقتين. شايفين السمك بتاعها عامل ازاي؟ انا عايزه ادخلها تديني طعم حلو جدا عن الشوكولاته الدارك. خدت كده معلقتين منهم وخففتها بحبه ميه كده دافيين. هقلبهم كويس جدا لحد لما اوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي كده. شايفين قوام النوتيلا عامل ازاي؟ تقيل جدا جدا. خففتها هي وبقت تقيله معايا تمام. هبتدي ان انا احطها في التلاجة او اركنها على جنب لو درجه الحراره مش سخنه قوي. بعد كده بقى احضر معاكم الكريمه. عندي هنا كريمه بودر شانتيه خام. عايزه تحطي سكر حطي زي ما انت عايزه. الكريمه البودر انا بحط فيها ميه، ما بحطش فيها لبن. انا سالت قبل كده على الموضوع ده، قالوا لي بتضرب بلبن بميه ساقعه فيها تلج، مش لبن خالص. هقلبها كده كويس جدا لحد ما توصل للقوام ده. وبعد كده بحط معلقه او معلقتين كده من الصوص اللي انا عملته، اللي هو النوتيلا او الشوكولاته اللي انت سيحتيها في ميه في لبن
ومعلقتين كريم شانتيه كده، سواء ده او ده. انا حاطه البديل بتاعها، هقلبه كويس جدا وابتدي ده احطها بقى في كيس الحلواني بتاعي واحطها في التلاجة كده. وكده حضرت كل حاجه. الكيكه طلعت معايا تمام كده. هكسرها كده زي ما انتم شايفين كده بالمعلقه، وابتدي كده احطها في طبق عشان ابتدي بقى احضر القوالب بتاعتي. القوالب بتاعتك على حسب ما انت عاوزه، ممكن تجيبي القوالب دي بتتباع عند اي حد بيبيع مستلزمات الحلواني، وممكن تعملي بقى في كوبايات او حسب ما انت عاوزه. الحاجات دي ممكن تستخدمها في البيت، وممكن تعملي لو حابه ان انت تعملي مشروع بتعمليها، بتبقى حلوه جدا وبتوفر معاكي جدا جدا. ودي حلوه جدا قوي لفرد واحد. يعني بتشبع، او مثلا كفايه قوي لفرد واحد، حلوه قوي. ببتدي كده اوزع كده، بملى حتى ربعها كده وابتدي ان انا اضغطها بالمعلقه كده. طلعت معايا الستة دول، وحاولت عملت تقريبا 3 تانيين اللي هم على شكل مثلث. حلوه جدا جدا. اسوي كده الكيكه شويه كويس، وبعد كده بقى بجيب الكريمه بتاعتي، ببتدي ان انا بقى اعمل كده الطبقه التانية، اوزعها كده. كيس الحلواني بيوفر عليكي كويس جدا، بيوفر عليكي وقت، وفي نفس الوقت بيطلع السطح بيبقى يعني متساوي. هساوي كده الوش كده بتاع الكريمه زي ما انتم شايفين كده. انا بسرع الفيديو. دي طبعا دي حاجه سهله جدا، بتسويها بقى وبتبتدي تحطي عليها النوتيلا بقى، صوص النوتيلا اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. طبعا المفروض في الخطوه دي انا نسيت، ومفروض تتحط في التلاجة الاول بعد ما تساوي الوش كويس جدا عشان تتماسك وما تبقاش تطلع كده اللي تحسي ان الوش مش متساوي. بتحطيها الاول في التلاجة وبتبتدي تحطي عليها بقى صوص الشوكولاته او صوص النوتيلا اللي احنا عملناه. وبس كده. جناش بقى من فوق، ممكن تحطي بسكوت اوريو من فوق، ممكن تحطي شوكولاته، ممكن تحطي على حسب ما انت عاوزه. حلوه جدا، تتعمل في مشاريع بتبقى حلوه قوي قوي يعني، وطعمها رهيب بجد. بتوديكي كده في حتة تانية. من احلى الوصفات اللي انا عملتها وعجبتني بجد. وصفة سهلة جدا وبسيطة، ومش عايزة اقولكم ان هو كان اوردر. الحمد لله كل اللي اخده شكر فيه جدا وقال لي ان هو تحفة وسعره حلو جدا. بجد وصفة حلوة جدا وسهلة للناس اللي حابة تعمل مشروع. هتبقى غير مكلفة معاها كده، يعني حاجة بسيطة جدا. شايفين جوسي جدا، يعني طعمها حلو قوي قوي. ميكس ما بين كده الكيكة والكريمة وطبقة الشوكولاتة اللي فوق حلوة قوي. بس انصحكم ان انتوا تحطوها في التلاجة الاول قبل ما تحطوا طبقة الشوكولاتة اللي فوق ما بين كده الكريمة والشوكولاتة، وتحطيها تاني بعد ما تحطي الشوكولاتة عشان تتماسك وهتبقى طعمها احلى من كده بكتير. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.